صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم باي توقيت انت بتشوف الفيديو ده. خلاص باقي اقل من 48 ساعه على النهائي بطوله او دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد بقياده الحكم الدولي الجميل الافريقي المطرشم الفاجر القادر بملكة سيما. انا عايز بس اوضح نقطه لحاجه على بملكة سيما وخليها نقولها بسرعه كده. هو بملكة سيما ظلم قبل كده الوداد وظلم قبل كده الاهلي، فانت مش متوقع منه هو ممكن يعمل ايه. ده اخر ماتش في حياته بقى الكرويه، خلاص هيحكمه. هل هيرد الدين للاتحاد الافريقي ولا هيحس بالذنب اتجاه النادي الاهلي؟ ايه اللي هو ممكن يعمله انا ما اعرفش. وهل هتبقى مباراه بقى بالنسبه له للتاريخ؟ يعني مثلا هيقرر ان هو يكون يحكم نزاهته في الماتش ده. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، بس انا اتوقع بنسبه 1,000,000% ان الماتش هيبقى فيه جرايم. ده اللي انا متوقعه. بعيدا بقى عن الحالات التحكيميه ونخش بقى على طريقه اللعب. الاهلي يقدر ان هو يكسب الوداد هناك او حتى ياخد البطوله من هناك. يقدر بس في حالات لازم تحصل. اول حاجه خلينا نكون متفقين والناس كلها عارفه من اول العيل قد كده لحد الراجل الكبير ان نادي الوداد هيبتدي الماتش بقوه دافعه للهجوم مش طبيعيه. هيستغل طبعا ملعب الارض، عامل الارض والجمهور، واول 10 دقائق ربع ساعه هيكون في طوفان مغربي مش طبيعي. انت لو قدرت ان انت تحافظ على اول 10 دقائق او اول ربع ساعه ان انت ما يجيش فيك جون، دي هتبقى حاجه كويسه جدا وتقدر تبني عليها بقيه الماتش. لو جه فيك جون اول 10 دقائق او ربع ساعه، السلام عليكم يا جماعه، كده البطوله انتهت. احنا شفنا الماتش اللي كان هنا في مصر بعد ما لعيبه الوداد جابت الجون الاول، اللعيب كان بيطلع يلعب الكره بالهيد بيصدع بيقع على الارض خلاص. فانت لو جه جون في اول الماتش هنتفرج على كلاحه كرويه مش طبيعيه. دول شمال افريقيا اساتذه في الموضوع ده، اساتذه في تضييع الوقت، يعني معاهم كورسات وشهادات على اعلى مستوى من موضوع تضييع الوقت ده. فانت كنادي اهلي لو قدرت ان انت تحافظ على اول 10 دقايق واول ربع ساعه ما يجيش فيك جون، دي هتبقى نقطه كبيره جدا. تاني حاجه ولازم دي تحصل، ما ينفعش كهربا يبتدي باي شكل. ما ينفعش كهربا يبتدي الماتش بتاع يوم الاحد. كهربا مش سريع، كهربا ما بيعرفش يشوط كويس على الجون، رجليه مش تقيله. كهربا عايز ان انت تكون مستحوذ على اللعب وهو في منطقه الجزاء وبيخطف. لازم محمد شريف استغل عنصر السرعه اللي موجود عند محمد شريف في الاندفاع اللي كان هيحصل او اللي هيحصل في اول الماتش من لعيبه الوداد. محمد شريف بيعرف يشوط من بعيد ورجليه قويه باليمين وبالشمال. كهربا ما عندوش الميزه دي. محمد شريف اسرع بمراحل من كهربا، حتى لو مش في حالته سرعته هتمثل خطوره على فريق الوداد، وخصوصا في اول الماتش. انت هيجيلك فرص لازم تستغلها. فرقه الوداد محتاجه جون وتكسب البطوله، فهي لازم تهاجمك. لو قدرت ان انت ما تخليهمش يجيبوا الجون ده هيكون مستقبلك في الماتش اعلى منهم بكتير وتقدر ان انت تخطف. لو فرقه الوداد تاني سجلت جون في اول 10 دقايق واول ربع ساعه، يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد. ده اخر حاجه لازم اللعيبه تبقى حطاها في دماغها، ان انت ما تستقبلش جون بدري عشان الماتش ما يبص وما تنتهيش بدري. حاجه تانية، لازم تقفل نص الملعب بديانج وفتحي ومروان عطيه. فكره ان السوليه يبتدي، لا، السوليه احسن له يكون احتياطي وينزل، انما تبتدي بالسوليه الموضوع هيبقى فيه مجهود بدني مش طبيعي، خصوصا في الشوط الاول. انت ممكن تستعين بالسوليه في الشوط الثاني كخبرات وتنظيم الملعب وانك تستحوذ على الكوره، لكن في الاول الموضوع هيبقى فيه تخبيط وهيبقى فيه مشاكل بدنيه كبيره جدا ممكن تقابل السوليه لو نزل. لازم خط الهجوم بتاعك يبقى 3 صراع كلهم، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد شريف. ما ينفعش فيهم حد بطيء، لان هيبقى فيه اندفاع كبير جدا من لعيبه الوداد في اول الماتش. لازم تستغله. في الشوط الثاني بقى انت عايز تنزل كهربا، عايز تنزل طاهر، عايز تعمل اللي انت عايزه، سواء كانت النتيجه 0-0 او انت حتى جايب جون، ماشي. انما الثلاثه دول ما ينفعش ان الخط الهجوم بتاع الاهلي يخرج منهم طالما انت عايز تسجل هدف في الوداد. محمد الشناوي راجع كويس، بس اتمنى ما يكونش بعيد عن مستواه، لانه بقاله فتره غايب. متولي سواء هو اللي هيلعب او ياسر ابراهيم
تمام. محمد عبد المنعم لا غنى عنه. علي معلول ومحمد هاني تمام. لازم نلعب بنفس التشكيل ده. لازم 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 نستغل عامل السرعات اول الماتش، غير كده الموضوع هيقلب وهيبقى منظره وحش وهتبقى بايخه. وزي ما شفنا كده في النهائي اللي فات هم استغلوا عامل الجمهور واستغلوا الارض وسجلوا الاول، واحنا رحنا سجلوا التاني والماتش خلص. بغض النظر بقى عن الحالات التحكيميه اللي ممكن تحصل وتسيمه واحنا ما نعرفش هيحصل ايه، بس احنا مش عايزين نقول ان الماتش خلصان من قبل ما يبتدي. اتمنى فوز الاهلي واتمنى اللي انا قلته ده اللي يحصل، لان هو ده اللي هيوصلنا للكاس. سلام.